ورجعنا ليكم مرة تانية في برنامج دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. من آلاف السنين اهتمام الفراعنة بالحيوانات ما توقفش عند الأكل والشرب واللعب، ده كمان وصل للطب والعلاج. وعندنا برديات بتثبت إنهم كانوا بيعالجوا الكسور والإصابات عند الحيوانات، خصوصا اللي كانت بتشاركهم في الصيد أو الخدمة. والنهارده مع تطور الطب البيطري بقينا بنقدر نوفر للحيوانات الأليفة أفضل رعاية ممكنة، خصوصا في مجال علاج العظام والمفاصل، وده اللي هيوضحه لينا دكتور أحمد الأباني، طبيب بيطري. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا بيك يا دكتور. منورنا. بنور حضرتك يا دكتور. في البداية يا دكتور حابين نعرف إيه أكتر المشاكل اللي ممكن تحصل للعظام للحيوانات الأليفة، سبيشالي عشان طبعا دي الباتس المعتادة بتاعتنا للكلاب والقطط. تمام. هو البيتس عامة احنا في مصر يعني في بيتس بتبقى في الشارع الستري دوجز وكاتس، وفي بيتس بتبقى في البيت. دول ليهم مشاكل ودول ليهم مشاكل شبهها بس على حسب الحادثة. يعني دايما البيتس اللي بتبقى في البيت بيبقوا بينطوا من البلكونة، بيهربوا كمان. يعني صعب جدا ان هم يتخبطوا بعربية مثلا. الكلاب الشارع بتبقى دايما حوادث، انيمال ابيوز، يعني بنشوف فيديوز وبنشوف حاجات ممكن حد بيعملهم وحش، بيضربهم، بيخبطهم بعربيه. فده بيجي موضوع كومبليكيتد شويه. يعني حيوانات الشارع بتيجي دايما صعب جدا ان هو يجي لي مثلا، يعني اصابات اوحش من حيوانات البيت. اوحش بكتير، بتبقى سوفت تيشو وعظم وبيبقى كسور والموضوع بيبقى اصعب شويه من حيوانات البيت. حيوانات البيت بيبقى معظمها ان هي نطت من على كنبه مثلا فاتكسرت، لو سمول بريد. بس اكيد يا دكتور مش القطط، دي بتوصل اكيد مش القطط بتهيألي، لان احنا دايما بنسمع شائعه ان القطط ب7 أرواح بسبب بتستحمل لما بتنط من مكان عالي ما شاء الله بتنزل زي ما هي. ب7 أرواح بتفضل عايشه، لكن بتيجي متكسره يعني. يعني بتيجي عايزه عمليات. يعني في ممكن ندخل نركب 3 و4 شرايح في كيس واحده زي الناس يعني. زي البني ادمين. احنا مش فاهمين ده، فاهمين العكس. بينطوا دايما يعني الناس اللي ساكنه في اماكن عاليه، بالذات القطط لما يكون وقت البريدنج عايزين يتجوزوا بيطلع تمشي على البلكونه. فالناس بتتخيل ان القطط دي عمرها ما هتقع، لا بتقع وبتيجي مشاكل. بتيجي مشاكل. طب هل في بقى سلالات اكثر عرضه؟ يعني انا بلاحظ اعتقد في الكلاب مش كل السلالات بنفس القوه. هل مثلا في الكلاب والقطط في سلالات معينه اضعف من سلالات وتتكسر اكتر؟ هي معظم المشاكل بتبقى على حسب البريد، بحجم البريد. يعني مثلا الجيرمان شيبرد مثلا، المهجن بتاعه اللي هو الكلب اللي بيقولوا عليه يكون ديله للارض ومايل وكده، ده بيبقى فيه مشاكل دايما عظم، بيبقى مش ده الكلب الاوريجينال بتاع الجيرمان شيبرد. اللي هو المفروض الورك لاين اللي بيقولوا عليه ورك لاين، ده هو الكلب الاوريجينال بتاع الجيرمان شيبرد، ده مشاكله اقل. الكلاب الثانيه اللي هي الشو لاين بيبقى فيها مشاكل كتير للهيبس، في اللي هي الهيبس اللي هي مفصل الفخذ، مشاكل في الركب. كل ما البريد بقت اتقل كل ما المشاكل العظم بتزيد. يعني ليه علاقه بوزن الكلب او بحجمه بالظبط. وحتى لو سمول بريد، يعني مثلا السمول بريدز بيبقى فيه الكلاب اللي هي بتبقى زي البكينيز مثلا، بيبقى فيه ديفورمد، الرجل ورا بتبقى ديفورمد شويه. بيبقى دايما عندهم مشاكل في الباتيلا اللي هي صابونه الرجل، بتبقى بحاجه اسمها باتيلر لوكزيشن، بتبقى بتخرج. دي من العمليات الشائعه جدا فيهم. دايما بيتكسر ايديهم من قدام اللي هي تحت الساعد، الحته دي عندهم. يعني ممكن الكلب لو قاعد على كرسي حتى لو 50 سم ونط ممكن يجي بكسور في ايده. ففي مشاكل العظم عامه بتبقى على حسب البريد. يعني انا ممكن يجي لي الكلب انا شايفه بس من ان هو داخل كده روت وايلر مثلا، فبقى عارف ان انا هقابل مشكله في الركبه كرباط صليبي، لان هو بيجي لهم رباط صليبي، والعمليات دلوقتي بقت ادفانسد في الموضوع يعني ده شويه. يعني بتختلف فعلا من سلاله لثانيه. طبعا. تمام. على حسب الوزن مينلي يعني. طيب يا دكتور، لو انا دلوقتي الاونر بتاع البات، والبات ده عنده مشكله ما في عظم او مفاصل مش باينه عليه اكسترنالي، تمام، انا ازاي الاحظها، او ايه العلامات اللي ابتدي اخد بالي منها تحسسني ان في خطر او ان هو محتاج تشيك اب؟ لو حاجه مش باينه اكسترنالي، يعني هو حاجه يعني ممكن تبقى مشكله لسه بتبدا، او مشكله جيناتكس مثلا، وبتبقى عنده مشاكل في الهيبس مثلا. مش شرط ان هو يكون مش ماشي كويس، بس ممكن يكون بيقف بالراحه وبيقعد بالراحه. يعني ممكن يبقى كلب نايم، فعشان نندهله بلاقيه كده كانه عجز فجاه، بيبقاش اكتف، بيحاول يقوم، ممكن يقوم في ربع ساعه مثلا. بيحاول يعدل نفسه، يحاول يقوم، فالناس بتفتكر ان هو مش لعابي او مش عايز يجي. لكن هو في الاول لما يبدا يقف بيبقى الوجع بيبان. دي من العلامات السريعه. بس الحيوانات مش بتطلع سيمبتومز الا لما يبقى دامج عالي دايما.
ما دي فغالبا مشكلة. الناس دي بتاخد مشكلة. بالها بعد ما المشكله تبقى اكبر شويه من انها تتلحق في الاول. تمام. معظم الحيوانات بتيجي مشيتها على طول مختلفه يعني. طبعا طيب. الناس اللي بتبقى مربيه بقى لها كتير هي بتبقى واخده ياخد بالها باله من خبرة. المشيه ومن وهو بيقوم من هو سرعته بيقوم وهو بيقعد امتى بيتعب بيحس ان مشيته اتغيرت مثلا. بالظبط. بيميل على ناحيه اكتر من الثانيه. ده لو مش مشكله واضحه ان هو يكون رافع رجله مثلا مش قادر يمشي خالص. طيب بصفتك بقى يعني جراح عظام في الباتس في الطب البيطري، وده تخصص الحقيقه انا ما تخيلتش يعني ان هو موجود، وقبل الحلقه انا شفت فيديوز بيركبوا اطراف صناعيه وحاجات، انا انبهرت الحقيقه، ما كنتش متخيله الى هذه الدرجه. فيعني هل فعلا الاوبشنز زي البني ادمين؟ يعني ممكن جبس، ممكن رباط ضاغط، ممكن طرف صناعي، يعني الى اي مدى في الحيوانات بنوصل في جراحات العظام؟ لا هو الموضوع في الحيوانات حاليا واصل للنيورولوجي كمان، يعني واصل ان احنا ممكن نعمل عمليات في العمود الفقري. مش منتشر قوي في مصر، بس يعني لما بنطلع ورك شوبس بره او بنحضر سيمبوزيوم او اي حاجه من الحاجات اللي ليها علاقه بالطب البيطري، لا الموضوع وصل لمرحله بعيده جدا، يكاد يكون زي الطب البشري بالظبط. يعني نفس العمليات نفس كل حاجه. يعني كان في شويه تجارب اجتهادات شخصيه في مصر، يعني زي تركيب اطراف صناعيه عملناها في قطه قبل كده، ركبنا طرفين صناعي. الكسور الادفانسد، عمليات الرباط الصليبي مثلا في مصر من العمليات الادفانسد جدا، لانها غير البني ادمين. احنا مش بنركب ليجامنت زي البني ادمين، مش بيحطوا رباط صناعي. العمليه الادفانسد بتاعتها ان هي حاجه اسمها كوركتيف اوستيوتومي، اللي هي ايه؟ انا بغير شكل المفصل كله بمنشار معين. ان احنا بنقطع حته من المفصل من تحت من العظمه القصبه اللي هي مكونه المفصل، ونعمل لها موديفيكيشن كده بحيث ان هي تقدر تشيل وزن الكلب وتمشي عادي وتبقى كويسه. انا الحقيقه شفت الفيديو، انا يعني انبهرت جدا جدا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور احمد، يعني خدتنا في حته تخصص انا ما كنتش اتخيل انه موجود في الطب البيطري وقد ايه الجراحات تقدمت. بنشكرك ونورتنا. انا بشكر حضرتك يا دكتور، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك جدا دكتور احمد على المعلومات القيمه دي، واستنونا مع فقرات في دكتور هيلث.